وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. السؤال: هل يجوز إدخال الإنترنت إلى البيت؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالإنترنت من الوسائل التي لها حكم المقاصد، فيختلف حكمها بحسب استخدامها. وميزتها المغايرة للتلفاز هي التحكم فيها باختياره وإرادته، مع إمكانية استعمال برنامج واق يمنع الدخول إلى مواقع الفساد والإفساد، في حين تنتفي الإرادة في التحكم في برامج التلفاز لكونها مفروضة ومدروسة. وعموم برامجها لا يخلو من دعوة إلى الفجور والانحلال وسوء الأخلاق، والله لا يحب الفساد. وعليه فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما هو متوسطة كما قرره القرافي. ويبقى الأمر دائرا بين قوة الإيمان والثبات عليه وصدق العزيمة، فإن قوي على استعماله في الخير فخير، وإن خشي ضعف إيمانه والوقوع في غير ما يرضي الله تعالى تركه لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والعلم عند الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما. قل إن خير الأنبياء محمد، وأجل من يمشي على الكثبان، وأجل صحب الرسل صحب محمد، وكذاك أفضل صحبه العمران. رجلان قد خلقا لنصر محمد، بدمي ونفسي ذلك الرجلان، فهما اللذان تظاهرا لنبينا في نصره، وهما له صهران. بنتاهما أسنى سناء نبينا، وهما له بالوحي صاحبتان. أبواهما أسنى صحابة أحمد، يا حبذا الأبوان والبنتان. وهما وزيراه اللذان هما لفضائل الأعمال مستبقان. وهما لأحمد ناظراه وسمعه، وبقربه في القبر مضطجعان. كانا على الإسلام أشفق أهله، وهما لدين محمد جبلان.